لو انت رايح اكتوبر في اي وقت وطلبت من حد هناك ان هو يرشح لك مكان تحل فيه، هيرشح لك النجمه النابلسيه، وده عشان هو تقريبا من اوائل الناس اللي ابتدوا الكنافه النابلسيه في مصر، ويعتبر احسن واحد بيعمل كنافه نابلسيه في اكتوبر. بس انا قررت بقى ان انا اروح هناك واجرب كل الحلويات التانية. جبت طبق كده صغير وشكلت فيه كل الحلويات اللي هناك: حلاوه جبن، مبرومه قشطه، مدلعه، عيش سرايا، مدلوقه، كنافه مانجا، كنافه خشنه، كنافه ناعمه. واحتراما وتقديرا للمكان ده ما ينفعش ابدا بحاجه غير بالكنافه النابلسيه الخشنه. شدت الجبنه بتاعتها كده وبعد كده تاكل تحس بالقرمشه بتاعت الكنافه من فوق دي، والسكر بتاعها مظبوط. الصراحه كان طعمها حلو قوي. جربت بقى الكنافه النابلسيه الناعمه، ودي كانت اول مره اجربها، بس انا حسيت الطبقه اللي فوق اللي هي المفروض الكنافه الناعمه دي حسيتها قلبة على بسبوسه قوي الصراحه. بس صاحبي كان طاير بيها في السماء، لكن انا بالنسبه لي فضلت الخشنه اكتر بكتير. المهم بقى دخلت في الاساسي وهو كل الحلويات بتاعت النجمه النابلسيه، وبدات اول حاجه بحلاوه الجبن، ودي عامه من الحاجات اللي انا بحبها قوي صراحه. كان طعم المستكه فيها باين، وهي نفسها كده بتدوب في البوق، فعجبتني قوي. عارف، هي فيها طعم غريب، فيها تحس طعم المستكة. دخلت بعد كده على المبرومه بالقشطه، هي بتكون عباره عن كنافه كتير كده جواها قشطه، بس الصراحه انا مفضلتهاش. مش حلوة. ودخلت بعد كده على معشوقة الجماهير وهي المدلعة. بصوا، هي مدلعة تقليدية خالص: كنافة، كريمة، بسبوسة، كنافة، كراميل من فوق، وهي بتجزع جدا الصراحة، فأنا بالنسبة لي ما فضلتهاش قوي. تاني حاجة دخلت عليها بقى هي عيش السرايا، وأنا هنا دماغي هنجت شوية عشان أنا معظم عيش السرايا اللي أنا بلاقيه بيبقى قرص لونه أحمر كده شوية وتحس فيه بالعسل، بس هنا مختلفة، يعني تحسها طبقة مهلبية وتحتها حاجة كده عاملة زي سد الحنك شوية. بس بعد شوية تدوير عرفت إن الطبقة اللي تحت دي فيها سميد وسكر وشوية حاجات كده كتير، والطبقة اللي فوق دي اقرب للكريمة او المهلبية. وعامة هي كان طعمها لذيذ وجديد بالنسبة لي. جربت برضو الكنافة اللي بالمانجا، هي كانت ناشفة قوي، كانت بتقطع بصعوبة، بس الفكرة كلها ان المانجا اللي عليها كان طعمها حلو قوي، زائد كمان ان طبقة القشطة او الكريمة اللي في النص دي هي كانت مدية اكتر على المهلبية، بس عامة يعني كان طعمها حلو. مانجا حلوة أوي، بس دي برضه مش قشطة، عاملة زي المهلبية كده شوية. جربت برضو المدلوقة قشطة، وهي قريبة قوي من عيش السرايا، برضو قشطة كده من فوق ومن تحت، حاجة كده مكونة من السميد وبتاع. انا عامة كنت تايه فعلا وانا بصور، ما كنتش عارف احدد طعم اي حاجة خالص منهم، بس انا دورت لما روحت وعرفت يعني انها بالمكونات دي. هو أنا ليه مش عارف أحدد طعم أي حاجة؟ مش عارف أحدد طعم أي حاجة. ابو خالد كده برضو قرر ان هو يدوق بعدي، وكان ذوقه مختلف عني تماما، يعني عجبته قوي عيش السرايا وعجبته الكنافه الناعمه النابلسيه دي، وده شيء غريب جدا. انا بالنسبه لي زي ما قلت كنت حاسس انها بسبوسه، وقدام عجبته عيش السرايا والكنافه الناعمه فاكيد عجبته المدلوقه برضو. هما الثلاثه كده تحسهم قريبين من بعض، لو عجبتك واحده منهم غالبا هتعجبك باقي الحاجات. بس بالنسبه لي انا الكنافه الخشنه النابلسيه دي الصراحه كانت توب. حلاوه الجبن برضو الصراحه كان طعمها حلو قوي، وممكن بعدهم الكنافه بالمانجا عشان المانجا كانت عجباني قوي الصراحه. وفي الاخر بقى وكالعاده ما تنسوش تكتبوا لي تحت بتحبوا تاكلوا كنافه نابلسيه منين، سواء من جوه مصر او من بره مصر. وشكرا جدا ليكم لو انتوا لسه بتتفرجوا لغايه دلوقتي. كان معاكم اباظه من قناه لايف وزباظه. سلام.